السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الأعزاء، إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. البنات اللي سئلوا سابقا عن القلاية الهوائية وشنو فوائدها، ممكن شنو نستفاد من القلاية الهوائية، صورت لهم القلاية مالتي اللي عندي، ما صار لي فترة هواي، تقريبا شهرين يمكن أو 3 أشهر، ما أتذكر بالضبط من أخذتها. هاي النوعية تعتبر يعني يسموها البالة الأوروبية بس الجديدة، يعني بكرتون. كان سابقا سعرها 110، بس بعدين صارت بيها عروض الأيام محدودة على 65 وأنا أخذتها. فهذا شكلها من برا أول شي، وهاي علامتها، وهذا الباسورد مالتها. هاي اخذتها تشانل. ليش؟ لان انا سألت هواي وبحثت على الفيس كلش هواي، يعني بيجات تقريبا من العام انا ابحث عنها واسأل انه التشانل افضل، لان ممكن نبدل التشانل هذا مالتها بس اللمس يخرب بسبب تأثير الحرارة. يعني نفس الولد اللي يبيع قال هواي من عندهم لمس خرب، لان تصاعد البخار والحرارة الداخلية من تقلون بيها راح يخربها. فجبت ابو الشانل لان اذا خربان ممكن تلقين يعني وتبدلين غيره. هنا عندنا طبعا درجات الحرارة، تريدين 140 160 وهكذا على حسب. هنا التوقيت مثلا تريد شي تسوينه 10 دقائق، ربع ساعة، طبعا اعتذر الاضاءة قوية صايرة فوقها، ثلث ساعة، على حسب اللي تردونه. هاي هنا عندكم شوفون، طبعا هي اذا عندكم مقربة جاي تشوفون هاي الدرجات. هنا درجات البوتية الدجاج الكذا، يعني مراويكم درجات الحرارة ايش قد تسوونها. انا الاضاءة ما جاي تخدمني، هاي جاي تشوفونها هنا. هاي قراءة طبعا مو لمس، تقرين وتطبقين هنا على الشانل التوقيت ودرجة الحرارة بها. هسه نفتحها من جوا. طبعا حجمها سعتها هي 10 لتر، تشيل دجاجتين من النوع اللي يبيها. هاي شوفوا من هنا، هاي نفتحها، هاي مالتها دوسوا لها الهدوم، هاي ترفع تنشال، هذا اللي مشبك. هاي تستفادون من عندها، طبخون بها تمن، طبخون بها مرق، تشريب، تسوون بها كيك، تسوون بها معجنات، حتى المشبكة تقدرون تسوون بها معجنات. انا ما جربت كل الشغلات اللي بيها بصراحة. هنا ما اعرف بعد، ما اقدر ابين الهيتر الداخلي مالتها، شي اكيد انتم تشوفونه بعد يبين داخليا او لا، ما وضح او ما وضح. هذا تصوير مقرب انا مسويته حتى تشوفون بشكل واضح. نرجع نفتحها وهالشكل هذا ندخلها. فاستفادت من عندها بالدجاج، شربت يعني البوتيته سويتها، استفادت لها قلي الدجاج بس اخليه مسلوق نص سلقه او 3/4 سلقه، واسلق بيها بالسمك. كلش حلو شغلها بالسمك، يخبل شغلها بالسمك، يطلع السمك يعني مجرد بس الدهنينه شويه الدهن، هذا الشيء الصحي اللي بيها. كلش يعني يطلع لونه احمر، تحسينه مقرمش، كلش حلو. ويا ريت تستخدمون بيها ورق. وملحوظه انه انتم اذا الورق يعني السمكه او اللحمه والدجاجه لزقت على الورقه فشي طبيعي، طلعوها الورقه وخلوها بصينيه، وحدها بس تبرد عادي باي احنا نقول شمشه مغرفه المسطحه، يشيلون بيها اللحم او الدجاج، يطلع بشكل طبيعي جدا، يعني بدون ما مثلا يلزق او يتقطع بيدكم. معجنات، البيتزا، الماني بيتزا القطع الصغار يعني اقصدها، اللي عندكم تقدرون مثلا كب كيك الصغار، هواي شغلات ممكن تستفادون من عندها. بس البوتية تستوي حلوة بس مو مثل ما سووها بالمقلاة، يعني صحيح بالطاوة ودهن، البوتية احيانا تطلع شوية ناشفة ولازم تفتحونها وتقلبون، يعني تقلبون البوتية اللي بيها. فهواي بيها فوائد، تغنيكم عن الدهون، هاي شغلة صحية، عن الوقت، انه انت تقدرين تشتغلين وقتك بغير شيء، يعني تشتغلين بالبيت وهي مشتغلة، يعني تشتغلين بالبيت وهي مشتغلة، تقضي لك وقت بيها، يعني واحد هالوقت يدق جرسها وتوقف، انت تنتبهي لها، تقدرين تبدلين، تجين اذا تريد ايضا تقلبين شيء مثلا اذا من فوق مستوي اكثر من الجوه تقدرين تسوينه، فتقدرين تستخدمي اللي مشبك او ولا مشبك. انا استخدم اخلي هنا الورق الخاص بيها على مود هذا هم لا يتلف، يعني من الغسل مثل ما نقول الجلف وكذا هاي الشغلات، فحتى نحافظ عليها اكثر وقت ممكن. اتمنى يكون هذا شرح بسيط ووفيت وكفيت بالشرح وياكم، واعذروني اذا قصرت،
وأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله التقيكم على خير.